السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. بما اننا الاسعار غالية والوصفات بقت غالية، تعالوا بينا ناخد جولة جميلة كده ونشوف الاساس عندنا في ايكيا عامل ازاي، وافكار والله جميلة جدا جدا لمساحات الشقق الصغيرة. فتعالوا بينا بقى، احنا مش هنتكلم كتير، هنوصف بس ونشوف بقى الجمال والافكار. انا عن نفسي طلعت ب100 فكرة عجبتني فعلا جدا جدا وهنفذها. يمكن كمان أنا شُفتها هناك، ولو نفّذتها هتكون أقل تكلفة من اللي موجودة هناك، بس هي كأفكار ممتازة. شايفين الكنب؟ بُصّوا حاجة بسيطة جدًا ما فيهاش بهرجة، جميلة ومدّية شكل، والأرفف دي والوحدات اللي فوق الغرفة بتاعة الliving جميلة جدًا، جدًا، والبساطة. يعني أنا عن نفسي أنا باحب البساطة، وأمّا رُحت هناك اتعلمت أكتر إني إزاي أحط حاجات صغيّرة مع بعض هتدّيني شكل نهائي جميل ومنظرها تحفة. بُصّوا، حاجة كده يعني واو. بُصّوا الكليم اللي في الأرض، فكرة جميلة أوي إن إحنا نرجع للحاجات القديمة، وصحّي جدًا وبيدفّي في الشتا، يعني الكليم ده تحفة. بُصّوا بقى النظام الجديد للكراسي السُفرة، السُفرة دي عجبتني جدًا، هادية وبسيطة وما فيهاش أي حاجة، بس الأسعار يعني عالية شوية، بس يعني جميلة. بُصّوا بقى فكرة المطبخ، يعني المساحة اللي محطوطة دي متهيأ لي مش كبيرة، يعني كل الشقق اللي طالعة دلوقتي يعني المساحات دي هتناسبها جدًا. بُصّوا البساطة، ما فيش بهرجة، ما فيش حاجة، وأنا كان نفسي أقرّب أوي بالأسعار. يعني متهيأ لي أهي باينة، أيوًا أهي، كل حاجة بقى وليها سعرها. بس أفكار حلوة جدًا، كل واحد كل شاب أو شابة ناس كبار ومثلًا بيجددوا بيوتهم، ارجعوا للبساطة. أنا أمّا رُحت هناك يعني قررت إن أنا أنسف شقتي أعملها، إن شاء الله يعني إن شاء الله أمّا يبقى في فلوس أعملها بالطريقة البسيطة ديّة، مش هاعمل زحمة ولا كركبة ولا فوق ولا تحت بقى خزين. بُصّوا علب الخزين والحاجة صراحة تحفة، تحفة. بُصّوا الجمال. هاسيبكم تتفرّجوا ونتكلّم إيه لمّا نلاقي حاجة يعني محتاجة إن إحنا نشرحها. بُصّوا جميلة جدًا، جدًا، جدًا. وعجبتني فكرة المقبض بتاع الباب بتاع المطبخ دوّة، إن هي مش حاجة زيادة على المطبخ من برّه، لأ هي منها فيها. بُصّوا تحفة أوي المصفى دي، تحفة. صفاية للأطباق جوّه قطعة المطبخ نفسها. بُصّوا بقى العظمة دي، بُصّوا أوضة النوم. بُصّوا فكرة الدولاب، هي مش مرايات، مرايات، مرايات بقى وتمشي في كل حتّة شايفة نَفْسِك، لأ بُصّوا البساطة. يعني حتى ده اللي أنتم تاخدوا بالكم، بُصّوا هو مش ضهر سرير، هو السرير محطوط على الحيطة والضهر دوّة ملزوق على الحيطة. بُصّوا التسريحة، بُصّوا الجمال، وفكرة الإضاءة جوّه الدولاب لمّا تفتحي الضرفة أو تقفليها، جميلة جدًا. يا رب الفيديو يعجبكم وتاخدوا منه كده أفكار حلوة للشقق الجديدة، للمساحات العظيمة بتاعتنا اللي طالعة دلوقتي اللي هي يا دوبك صغيرة. تمام، بصوا الجمال. الأسعار هنا جايبها لكم، زي ما اتفقنا يعني هي مش غالية ومش رخيصة. بصوا الدولاب تحفة، منسق وكل حاجة ليها مكانها. عجبتني أوي الفكرة بتاعت الكفر بتاع الهدوم اللي فوق دوت، حافظة كده أو خزينة للهدوم جوه الضرفة فوق في الرف نفسه. بس نسيت أشوف سعرها. بُصّوا أنا عاملة لكم الفيديو دوّة كمان وفيديو تاني بقى للتويلت تحفة. بُصّوا يعني ده بقية الشقة، أنا جايبة لكم كده نظام شقة كاملة، كل قطعة فيها، هُم عاملينها إزاي. بُصّوا الunit بتاعة التويلت نفسها بتاعة الحوض من تحت دي حلوة برضه، والمرايات والأرفف، صراحة عجبوني جدًا، جدًا. ده سعر المراية بس، تمام. والباسكت بتاع خزين التويلت. بُصّوا هدوم، شامبو، فوط، حلو أوي، 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 حاجات بسيطة. بُصّوا الجمال، والستانلس دي عجبني أوي الرف بتاع التويلت بتاع البانيو للشامبوهات والحاجات دي تحفة جدًا، جدًا.
بس هي الأسعار بس ده ب700 جنيه، يعني مش غالي أوي ومش رخيص، بس عملي جدًا، جدًا. ما فيش بقى زحمة، ما فيش حاجة، ما فيش كركبة. تحفة، تحفة، تحفة. يالّا بقى الشباب إيه يجدعنوا ويشوفوا الأفكار ديّة وينفذوها إيه في الشقق الجديدة. عجبتني أوي الكنبة بطريقة فظيعة. كده أنا خارجة المفروض دي بقى غرفة المفروض living، ده الcoffee corner. حلو وبسيط جدًا، جدًا. بُصّوا نظام touch، يعني أنتِ تضغطي على الدرج وهو أوتوماتيك يتفتح. وماكينة القهوة والإسبريسو. مكتبة بسيطة ما فيهاش أي بهرجة ولا decoration بقى اللي إحنا إزاز بقى وضرفة ما أعرفش إيه وجواها ستارة لأ، مكتبة بسيطة جدًا وعاجباني جدًا بجد بقى. خدوا بالكم فكرة الستاير. الستاير ما فيهاش أي افتكاسة، هي ستارة على الحيطة يا دوبك فيها كشكشة بسيطة. بصوا الجمال، بصوا جمال الترابيزات تحفة ما شاء الله يعني. معلش. أهو ادي يبقى إحنا جبنا لكم الشقة كاملة من كل حاجة. غرفة السفرة، النوم، التويلت، المطبخ، الليفينج، وفي حاجات تانية كمان هنشوفها مع بعض. هتعجبكم وهتبهركم. لو ما كانش في الفيديو ده إن شاء الله هاعمل لكم فيديو تاني بعديه نكمل بقية الجولة بتاعتنا. المكان ده كله يا جماعة أيكيا. إحنا في أيكيا. العظمة، الشياكة، البساطة، أفكار بجد، بجد رهيبة. وبيدّيك فرصة إن أنت تفكّر برّه الصندوق، برّه التقاليد بتاعتنا وبرّه الزحمة، ولأ لازم النيش ييجي مليان ومدروس. أنا كنت واحدة من الناس يعني كنت ناوية مع بنتي إن أنا أعمل كده، بس أمّا رُحت هناك ولقيت الدنيا بسيطة، محلية الشقة، يعني محلية بُصّوا لجمال المراية. طبعًا دول إيه، ده الكنب ده بيتباع فرداني، شُفتوا اللي إحنا شُفناه في الشقة جوّه، يعني هو ده بس دوّة بيتباع مثلًا رُكنة لوحدها، كنبة لوحدها، فاهمين قصدي؟ زي ما اللي كان في الشقة برضه بيتعمل لوحده، ده برضه بيتباع لوحده كدهوّة، بس إيه يعني أفكار وحاجات كتيرة. ممكن تاخدي كنبة 2 فرد، 3 فرد، رُكنة بسرير، فاهمين؟ شكلها صراحة عجبني أوي، حاجات كتيرة هناك، وأسعارهم مش وحشة. وطبعًا أنتم عارفين منتجات IKEA كلّها جميلة جدًا ما شاء الله. بُصّوا العظمة، يعني ما شاء الله زي ما قُلت لكم حاجة جميلة جدًا، جدًا وبسيطة. وفي كمان إن هو حاطط لِك على كل رُكنة أو كنبة الأقمشة اللي تناسب، يعني مش شرط إنِّك تاخدي نفس اللون اللي هو معمول أو نفس الstyle لأ، بصوا عاملاها لِك بكذا فكرة وبكذا لون، وحاطط كمان عروض للأقمشة. يعني بعد شوية كده في الفيديو هتيجي لِك الباسكت فيه أنواع الأقمشة واللي أنتِ تختاريه، تمام؟ يا رب أقرّب من الأسعار. عجباني دي أوي، أوي، شكلها تحفة جميلة. آآ قُلت يعني إن فكّرت فيها. بُصّوا دي الرجول بتاعتها خشب وبسيطة أوي، أوي. أهو بُصّوا بقى، دي الأقمشة اللي ممكن تختاري منها للكنب أو للرُكنة اللي أنتِ هتختاريها. حاجة حلوة يعني مش جبرِك على إنِّك أنتِ تاخدي الموديل اللي باللون والشكل. بُصّوا ده يونت تاني لمطبخ عجبني أوي. بُصّوا بسيط. أنا عاجبني بقى فكرة الخشموني من الخشب دوّة، شُفتوا أنتم أيوه الشكل دوّة البني جميل جدًا، جدًا. ما شاء الله. عارفين حاجات زمان بترجع تاني بس بشكل بقى بسيط والشياكة إيه مش قادرة أقول لكم. بُصّوا دي منظمات، يعني هو ده منظمات بتتحط وتتشال، عجبتني أوي. وطالع دلوقتي في IKEA أي حاجة إزاز والغطا خشب، يعني حاجات صحية. منظمات البقوليات إزاز والغطا خشب، الأزايز نفس الحكاية. طبعًا إحنا عارفين إن البلاستيك في شرب المَيّة مش صحّي جدًا، فحركة الأزاز اللي هُم عاملينها جميلة أوي، أوي. بُصّوا المطبخ أنتم ما تحسّوش إن هو تحسّوا إن هي مكتبة. آدي بقية الunit بتاع المطبخ، تحفة. يالّا خدوا أفكار بقى من الفيديو دوّة جميلة جدًا، وتعرّفوني في الكومنتات إذا كانت الفيديو عاجبكم والأفكار الجديدة بُصّوا والستايلات العفش عجبتكم والّا لأ، عشان نكمّل في وصفاتنا أو نكمّل في التجديدات بقى والحاجات الحديثة الجديدة مع الطبخ. طبعًا إحنا داخلين على شهر رمضان، كل سنة وأنتم طيبين، فيعني يبقى ده ودوّة إن شاء الله.
كل سنة وأنتم طيبين يا رب، ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. بُصّوا بقى دي شقة تانية، تصميم لشقة تانية، لديكورات تانية، لحمام تاني، بُصّوا كل فكرة عظمة. دي مش تبع العفش. دي لوحديها كده ماشية في المكان. بُصّوا بسيطة جدًا، دي تسريحة على الحيطة، بُصّوا مراية بس طويلة جميلة. ودي على ما أعتقد دي كانت أوضة نوم تانية أطفال، لأ دي كانت أوضة أطفال المكتب بتاعهم بالسراير، دول برضه مش تبع العفش برضه خالص، دول حاجات وارد المعرض زي ما إحنا شايفين. بُصّوا بقى السرير هادي إزاي وجميل والألوان، أنا باعشق ألوان IKEA في كل حاجة. بُصّوا الدولاب ودي شوفنيرة صغيرة والدولاب بسيط، دي أوضة بنوتة، يعني بنوتة معاكِ بنتِك كده فاهماني، حلوة أوي ليها. وأدي living تاني، بُصّوا البساطة يا جماعة، ده اللي إحنا بنتعلمه بقى البساطة والألوان، بلاش بقى الحركات بتاعة. يا رب الفيديو يكون عجبكم وانتظروني في فيديو تاني وحاجات IKEA مع بعض، مع السلامة.